اهلا بيكم. ماتش الاهلي وطلائع الجيش باختصار. الاهلي مع مارسيل كولر السويسري لعب 8 مباريات، 0 تعادل 0 هزيمه، فاز 8، 5 كلين شيت، 15 جول، 12 بونت من 4 ماتشات، العلامه الكامله في الدوري وصداره الدوري العام المصري لكره القدم. صحيح الدوري لسه طويل ولكن البدايات مهمة. الأربع نقاط في آخر ماتشين اللي ضيعهم الزمالك هيندم عليهم كتير، رغم إن الأهلي مش في أفضل حالاته على الإطلاق، وده ظهر النهاردة في ماتش طلائع الجيش. فرقة كويسة، لولا المحنك باقتدار كولر السويسري الأهلي ما كانش هيروح لبر الأمان. في 5 نقاط مهمين لازم جمهور النادي الأهلي العظيم يعرفهم. واحد، علي معلول ملك الحلول، أسرع دليفري في مصر، ملوش بديل. 2، الأهلي ما عندوش مهاجم عدل داخل الصندوق على الإطلاق. 3، للمرة التانية والتالتة والرابعة هقولها لك إن ثنائية محمود متولي ومحمد عبد المنعم الاتنين بيلعبوا كرة على الأرض خرافة وبيبدأوا هجمة صح مؤثرة للغاية في النادي الأهلي. 4، ياسر إبراهيم ورامي ربيعة بطاء جدا. 5، بيرسي تاو على الله حكايتنا. نروح للنقطة المهمة. محمد عادل في الدقيقة 62 احتسب ضربة جزاء وراح للفار وصدق على ضربة الجزاء في ثانية واحدة، ما خدش وقت فيها. حارس مهمل وغشيم، وضربة جزاء صحيحة رغم عدم اعتراض أي لاعب من الأهلي على الإطلاق أثناء اللعبة. ندخل في الدقيقة 70، جاب كابتن طلائع الجيش وكابتن النادي الأهلي محمد الشناوي، قال لهم الفار عطلان بس هنرجع له لو الأهلي احتاجه. في الدقيقة 88 يفتكر نفسه مايكل إنرامو مهاجم طلائع الجيش، جاب هدف بيده وطلع يجري على أصحابه قال لهم احتفلوا الفار عطلان، والله أنت اللي عطلان. لازم نقول في نهاية المطاف قبل القيل والقال وبدون أي إطالة وأي نقاش، لازم تكون عارف ان مارسيل كولر السويسري ليس مجرد مدرب على الاطلاق. كولر السويسري جاء ومن بعده جه علم التدريب. مارسيل كولر السويسري الجنرال لا يحتاج اي نقاش ولا تقييم، مدرب من العيار الثقيل. دمتم في امان الله.